بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد اليوم بقصر الضيافة بالرباط أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم الذي بلغ المباراة النهائية لكأس إفريقيا المغرب 2025. ويعكس هذا الاستقبال العناية الفائقة التي ما فتئ جلالة الملك يخص بها الشباب ودعم تفتحهم من خلال الرياضة، وكذا العناية الخاصة التي يوليها لهذا القطاع بصفة عامة ولكرة القدم على وجه الخصوص. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تهنئة إلى أعضاء الفريق الوطني مباشرة بعد انتهاء المباراة النهائية التي جمعتهم بالمنتخب السنغالي. وأكد جلالته أن أعضاء المنتخب أثبتوا من خلال المسار المتميز في البطولة أن المثابرة والجدية والروح الجماعية هي السبيل لتحقيق الإنجازات، وأنهم قدموا للعالم نموذجا لما يمكن للشباب المغربي والإفريقي أن يحققه. وأضاف جلالته أن أعضاء المنتخب أقاموا الدليل على أهمية الرؤية الملكية الاستراتيجية في الاستثمار في العنصر البشري وفي عصرنة البنية التحتية للمملكة. كما نشكر سا ماجستي على الاستقبال. كنا كنتمناو يعني نجيو بالكأس، ولكن ما كتابش. ولكن الصراحة الدراري يعني داروا واحد كومبيتيسيون كبيرة، خصنا نهنيوهم ونزيدو نخدموا باش ان شاء الله في المستقبل يكون محسن من هادشي ان شاء الله، ونفرحوا يعني كاع المغاربة وسا ماجستي. نشكر جلالة الملك محمد السادس على استقبالنا في القصر الملكي. نحن مستاءون مما وقع البارحة وفخورون بتمثيلنا للمغاربة. لم يدخر أي منا أي جهد في الملعب، ولكن للأسف لم نستطع تحقيق اللقب الذي كان هدفنا منذ البداية، وسنواصل العمل لإسعاد الجمهور المغربي في كأس العالم المقبلة. نشكر الجمهور المغربي على دعمه لنا في هذه البطولة وطيلة هذه السنوات، والآن يجب التركيز على المستقبل وتجاوز الأمر.